لو عايزه الروان تطلع معاكي بالشكل ده، تابعي الفيديو للاخر، شوفي طريقه التحضير وشوفي المقادير، وهتطلع معاكي هشه وخفيفه جدا. ولو اول مره بتشوفيني، انا اميره من اسكندريه متجوزه في سوهاج. بصوا خفيفه وتحفه، حاجه خرافه اقسم بالله تحفه. هنجيب كوبايه سكر واربع بيضات، تمام، وكيس كيسين بيكنج كيسين فانيليا. تضربيهم كويس جدا 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 لحد الفوم ما يعلى معاكي. انا هختصر طبعا الضرب الكتير ده اهو، جريته لكم وفي نفس الوقت اختصرته. بصوا الفوم بقى تقيل ازاي اهو. هقربه للكاميرا. تنزلي بكوبايه بنص كوبايه زيت، تمام. حاولي ما تكتريش عن النص، حلوه النص على الصينيه. انا عملت زبادي في البيت، دي كوبايه زبادي. الحمد لله رب العالمين عندنا لبن متوفر فعملتها في البيت. كده احنا حطينا كوبايه اربع بيضات وفانيليا ونص كوبايه زيت، وحطينا كوبايه دقيق سمين، ونص كوبايه جوز هند، ودي كوبايه دقيق. ننخلوها ونحط عليها معلقه كبيره بيكنج باودر. بس تضربي كده كويس، وتكوني محضره صينيه متبطنه، وتحطيها في صينيه في فرن تكون مسخنه مسبقا. يعني اول ما تبداي مولعه الفرن بتاعتك. نحضروا الشربات، كوبايه سكر كوبايه ونص ميه، وتسيبيهم يغلوا كويس لحد يعني ما تبقاش تقيله وما تبقاش خفيفه، يعني قوام مظبوط. الصينيه طالعه سخنه وانا كنت مبرده الشربات، تمام. حطينا الشربات وتزيني. كان عندي جوز هند، عايزه تحطي فول سوداني تمام، عايزه تحطي مكسرات الموجود عندك حطيه. بصوا انا بقطعها، بصوا هشه جدا خفيفه، يعني انا بحط صباعي وهي سخنه اصلا، يعني وانا قطعتها برضو سخنه، ما كنتش مستنيه عليها تبرد. بصوا يا جماعه هشه كده وخفيفه جدا، وبالهشنا والشفا على اللي هيعملها ويدوقها. بس والله مش هتندموا لو عملتوها.